طويله لعبه الحضر. الثواني الاخيره فلافيو قبل يونس. عبد الحميد حسن خطره متعب اوبا جوه جون. عماد متعب. عماد متعب انتظر طويلا كي يلقي باول اهداف المباراه في هذا اللقاء. فرحه كبيره لجماهير النادي الاهلي. هدف قاتل في الوقت البدل الضايع عماد متعب. انما حلوه عبد الحميد حسن طالع عشان يسلم على مانويل جوزيه، تتحط على طول لعماد متعب يلعبها تضرب في رجل يوسف عبد الرحيم ومحمد عمر. طبعا النتيجه على وجهه. عصام محمود بعد ما حافظ طويلا على شباكه نظيفه اخيرا عماد متعب وهو بيستعد بعد ايام للاحتفال بعيد ميلاده رقم 24. اول اهداف المباراه الهدف القاتل والهدف رقم 16 لهداف الدوري بمفرده. عماد متعب بينفرد بصداره الهدافين وهدف قاتل لعماد متعب للنادي الاهلي في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضائع الدقيقه 92 عشان تصبح النتيجه 1. ادي عبد الحميد حسن وادي متعب شايط حط رجله معاه على طول. هاني سامي تضرب وتغير اتجاهها وتتحول على يمين الحارس عصام محمود عشان يبقى هدف التقدم للنادي الاهلي. محمد الحارس عصام محمود هدف المباراه الوحيد ومعاها فرحه كبيره طبعا لجماهير النادي الاهلي. فلافيو وادي التمريره الحراريه فلافيو ممكن الله 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 الله. عماد متعب لاعب بمهاره الفنانين وروعه المبدعين وجمال اللاعبين الرائعين. عماد متعب يصل الى الهدف رقم 10. تمر الفرحه الى لاعبي النادي الاهلي وتمر الفرحه لجماهير النادي الاهلي. يا كوره كم انت متغيره، يا كوره كم انت مثيره. عماد متعب رقم 10 يحرز الهدف العاشر ليه في الدوري الممتاز، يتساوى مع فلافيو هذا اللاعب الجميل عماد متعب. و2-1 كوره متغيره متقلبه لكن عماد يا سلام عليك ولد. لاعب خد على صدره على افضل ما يكون من ضربه راس على احلى ما يكون مع تصويبه على حائط بشري من لاعيبه الزمالك. هنشوف هتتنفذ ازاي. ابو تريكه خطره والهدف الاول جوه جون. فلافيو على طول يرتقي ويحطها بدماغه تضرب في القايم اليمين وتتهادى داخل شباك عبد الواحد السيد عشان يبقى هدف تقدم للنادي الاهلي. خافيو على طول يعتلي صداره هداف في مسابقه لوحده خالص وحاططها حلو. ذكري ترجع احمد صديق لسه خطر مستنيين عرضيه هوبا جوه جون. فلافيو اليوم يومك يا فلافيو. على شمال عبد الواحد السيد يبقى الهدف الثاني للنادي الاهلي وتصبح النتيجه عماد متعب والهدف الاول جوه جون. عماد متعب يا ولد يا لعيب. الشوط الاول بقول لحضراتكم حطها حلوه ببطن رجله وانقذها وسام المره دي على طول. حلوه رايحه المره دي في المقص اليمين ومعاها فرحه كبيره لجماهير النادي الاهلي في استاد السويس الجديد وتصبح النتيجه 1-0. جماهير النادي الاهلي الكبيره فرحه كبيره سواء في المقصوره او في المدرجات. عماد متعب بيقوم بالدور اللي دايما كان النجم الكبير محمد ابو تريكه بيقوم بيه ويتصدى للكره بشكل رائع. يا ولد يا لعيب حاططها حلوه حاول فيها وسام لكن الكره ملعوبه باتقان. هي واخده الواو رايحه في المقص اليمين صعبه المباراه باي نتيجه ايجابيه ولو التعادل طبعا امام بطل الدوري النادي الاهلي بنجومه الكبيره رغم الغيابات الكتير برضه عن صفوفه اللي عانى منها مانويل جوزيه بسبب تلاحق وتتابع المباراه. محمد شوقي فكر يشوط والتسديده لكن محمد الغنام عرضيه من صديق وبا الهدف الاول. اخيرا فلافيو يكسر حاله النحس ويحرز اول اهدافه مع النادي الاهلي. ليه هدف الموسم الماضي طبعا في شباك غزل المحله لكن الراجل كان عنده مشكله كبيره جدا. على يمين عبده شعبان واخد الكره العرضيه تمام المظبوطه من احمد صديق وحاططها مره ثانيه ويقف مستني المسانده. جاله على طول شوقي والعرضيه خطره جوه الجون. يا وائل رياض يا لعيب جوه الجون. ومين اقصر واحد في الملعب؟ وائل رياض يحطها حلوه الكره العاليه على طول والارتقاء لكن المهاره موجوده. وادي محمد ابو تريكه بنط وداخله يا دوبك في الزاويه اليمين الارضيه زحفه على يمين عبده شعبان. يبقى الهدف الثاني للنادي الاهلي. الدقيقه 76
31 دقيقة من الشوط الثاني. 2 النادي الاهلي 1 البترول. يا فلافيو الهدف الثالث، الهدف الثالث يا فلافيو. قال لي لا مش 2-1، ده بقت 3-1 للنادي الاهلي. امادو فلافيو الانجولي وكأنه بيفتح صفحة جديدة مع الشباك، وكرته الهدف الثالث الجميل تعانق الشباك لكن بتمريرة سحرية من النجم محمد ابو على الاطراف او في لروس الحربة. ادي واحدة حلوة لحسن مصطفى، وادي الجملة، ويقدر المرة دي اسامة، ولكن فين؟ وجول جول 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 للنادي الاهلي. اسامة حسني يضع الهدف الاول مشاهدينا الكرام في الدقيقة 16 او 15 من عمر الشوط الاول. صبرت له وبقيت له وقدر يحطها في اللحظة المناسبة، يتصرف فيها اسرع. منتظر ابو تريكة، بيحطها في اتجاه ابو تريكة، يقدر يحط ابو تريكة الانسان والمهنة والوظيفة فنان. ابو تريكة بيضع البسمة، هو الحل وهو الجميل وهو النموذج للانسان المصري البسيط الحلو اللي بنحبه كلنا. والله وقع قلوبنا كلنا لما حصلت له هجمة في الماتش اللي فات، ولكن الفنان بيضع لنا لقطة مفيش اجمل ولا اروع ولا اجمل من كده. يا سلام عليك يا ولد، كرة حلوة، هو بالعقل، مش محتاجة قوة، هي بالعقل في المكان الخالي في المقص هناك جول. حسن دخل نفسه ومرة واحدة ويعمل 1-2 هو وعماد ويحطها له مرة تانية، يقدر الهدف الثالث هدف التقدم وزيادة الفارق للجميل واللعيب عماد متعب يضع الهدف الثالث مشاهدينا الكرام من جملة حلوة. حسن مصطفى ما كانش بيخلص في الشوط الاول، ولكن المرة دي مرر تمريرة حلوة لعماد متعب وقال له حط هات جول وخلي عصبيتك تقل وركز في المباراة. عماد متعب لاعب كبير بيحطها بحس الهداف على مباراة الاسبوع ال 22. فلافيو والتسديدة جوه الجول. فلافيو يا ولد يا لعيب، صاروخ الانجولي. فلافيو حلوة تضرب في بطن العارضة وتتحول داخل المرمى، وهدف اول للنادي الاهلي. تصبح النتيجة 1-0. قلت لحضراتكم النادي الاهلي مسيطر، وادي مانويل خلاص الراجل قام طبعا بيعبر عن فرحته وسعادته بالهدف الجميل اللي جابه فلافيو، وهدف اول للنادي الاهلي. وتصبح النتيجة بعد 16 دقيقة 1 النادي الاهلي لا شيء نادي الترسانة. فلافيو هدفه رقم 5 ماله يبقى فيها الواو او اللفة تشكل خطورة جوه منطقة جزاء نادي الترسانة. يلعبها طار جوه جول. يا فلافيو محدش عارف يمسكه، تعمل ايه لفلافيو؟ يا ولد يا لعيب، ينط عالي على طول اعلى من الكل ويحطها بدماغه جوه الجون عشان يبقى الهدف الثاني للنادي الاهلي. قلت لحضراتكم هو ابرز لعيبه المباراه. ابو تريكة يلعبها عرضيه، هوبا جوه الجول يا فلافيو يا لعيب، يا ولد يا لعيب. النجم فلافيو يحط المتابعه على طول بشكل رائع. ادي بقى فايدة المتابعة دايما زي ما بنقول. وفلافيو بعد ما ترتد الكرة من الحائط البشري تلاقي فلافيو بشماله حاول فيها وائل خليفة، والهدف الاول وهدف التقدم للنادي الاهلي. فلافيو محمد شوقي يلعبها حلوة جوه المنطقة، يا ولد يا لعيب يا ابو تريكة، يا محمد يا ابو تريكة. زيدان العرب هو كلمة السر، هيفضل محمد ابو تريكة هو النجم. يا سلام عليك يا ولد يا لعيب. خد المساحة الرائعة من محمد شوقي وانطلق. تريكة ماشي يحط على طول لفلافيو جوه المنطقة. فلافيو لسه يلعبها عرضية، هوبا جوه الجون يا ولد يا لعيب يا احمد يا متعب. انما الاروع تمريرتك يا فلافيو، عايز يفوت موه كويس قوي وجوه المنطقة يلعبها، هوبا ولد يا لعيب. فتحت مع النادي الاهلي يا محمد يا ابو تريكة. مش ممكن محمد ابو تريكة على طول بسن الجزمة يغمز، ادي الغمزة اللي بنقول عليها. انما عماد متعب رائع التحرك، عدى كويس وفات جوه المنطقة، ومحمد ابو تريكة على موعد مع الهدف الرابع. تستاهل كل خير والله يا ابو تريكة، تستاهل كل خير، مجهود كبير، اداء راقي، فنون، مهارات.
وقال لي ان كان هناك ليس هناك ضعف. والتصويبه والهدف الاول، والهدف الاول محمد شوقي. رجب اريا كويس قوي لحسام عاشور، يشوط حسام وتصويبه هوبا والهدف الثاني، والهدف الثاني ابو تريكه. يا تريكه يا تريكه يا تريكه، حلوه حلوه حلوه، المتابعه حلوه والتصويبه حلوه. اللي يعمل عايز يعدي اسامه، وعدى كويس اسامه والعرضيه هوبا والهدف الثالث، والهدف الثالث. متعب يا متعب يا متعب.